القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا وعضو العلاقات الخارجية فيما يسمى بالمجلس الوطني الكردي ونائب رئيس ما يسمى بالائتلاف السوري عبد الحكيم بشارو ما شاء الله ماضى المنصب وما أخذه. الرجل الذي لا يخدش حياءه حيال وجود العشرات من نساء عفرين في سجون مرتزقة ما تسمى الحمزات ومرتزقة العمشات ومرتزقة الشحمات، وهو كذلك الرجل الذي لم تهتز له شعرة من مرفقه، وهو ذات الرجل الذي لم يرف له جفن عما تتعرض له 4 أشخاص من انتهاكات أيضا و4 أشخاص من عائلة واحدة في ناحية جندريسي عشية عيد نوروز، الذين استشهدوا بدم بارد على يد المرتزقة حلفائه الذين يحاول بشار تجميل صورتهم. لكن المفارقة أن الرجل الذي لم يخدش حياءه حيال كل ما ذكرته لربما تخدش كلماتي في سياق الرد على محاولاته الفجة والفاقعة لتسخيف ملف التغيير الديمغرافي في منطقة عفرين المحتلة من قبل حلفائه، وكذلك إبعاد الشبهة عن دولة الاحتلال التركية مع محاولة إخفاء تورط مجلسه وائتلافه بهذا الملف المصيري، ورمي الكرة في ملعب آخر لطمس الحقيقة الجلية بكردية عفرين. على العموم مشاهدينا، سمعتم صاحب التصاريح الخلبية التي كنا نتعجب منها وتثير ضحك الصغير قبل الكبير، والذي كان ينفي ما يجري في مدينة الزيتون من ممارسات تشيب شعر الرأس وتندى لها جبين الإنسانية. يعني شوية تانية كان راح يحول عفرين للمدينة الفاضلة بوجود الاحتلال ومرتزقته. تتولى ردود الأفعال حيال زيارة عبد الحكيم بشارو اللا أهلا ولا سهلا به على أرض عفرين. بهذا الصدد أكد محمد علي حسن مسؤول مكتب العلاقات عفرين الشهباء لمجلس سوريا الديمقراطية، أكد أن زيارة عضو ما يسمى بالمجلس الوطني الكردي عبد الحكيم بشارو إلى عفرين هي محاولة لترسيخ الاحتلال التركي لمناطقنا، مؤكدا أن الشعب الكردي في كافة أجزاء كردستان يرفض هذه الزيارة. في 24 من هذا الشهر، شهر السابع، توجهت جميع القوى الكردية باتجاه مدينة لوزان السويسرية لتعبر عن رفض الشعوب لهذا الاحتلال وهذا التقسيم. ونجد في نفس التوقيت زيارة بعض الساسة الأكراد لمنطقة عفرين المحتلة تركيا لتؤكد أن المحتل التركي أنه دولة احتلال، وتحاول من تلك الزيارة ترسيخ الاحتلال التركي لمناطقنا. فعلا يجب على تلك الساسة أن تجري تحليلا للدماء لمعرفة انتمائهم. فهل بعد 5 سنوات من القتل والتشريد والتنكيل بشعبنا الأجدر بهم أن يزوروا مخيمات النزوح القسري في مناطق الشهباء وشمال سوريا، مخيم نيروز وغيرها، تلك المخيمات التي تضم في طياتها الآلاف من المواطنين المشردين التي قام بها عبد الحكيم بشار إلى عفرين؟ نحن نجدها رمزا للخيانة، كما فعل حسن خيري وعصمت أنينو في برلمان التركي الأوروبي عندما قبلوا أن يندمجوا مع المجتمع التركي. والآن نجد عبد الحكيم بشار يرسخ لهذه السياسة. طبعا الشعب الكردي في جميع أجزائه يرفض هذه الزيارة.